قصتي مع صاحب ولدي قال لي انا غادي نعيط لصاحبي يراجع معايا عندي امتحانات. قلت ليه مرحبا به، ما عنديش حتى شي مانع، حيت ولدي كان كيهضر عليه غير بالخير. حيت ولدك يهضر عليا غير بالخير وكيقول لي ولد محترم. نهار دخل كيبان لي عليه فعلا احترام، حتى الطريقه باش كيهضر شويه، ولكن عيني فيه شي حاجه اخرى. دخلوا بجوج للبيت كيراجعوا كيحفظوا. انا كان عندي واحد الاحساس ماشي مريح. كل ما كنت كندوز من قدام الباب ديال البيت بحال هكا تنحس بيه كيشوف. حتى الطريقه باش كان كيتحرك في الدار كان كيتحرك بحريه، كنلقاه مره في الكوزينه كيشرب في الماء، مره كيتحرك في الصاله، يعني كان كيتصرف على راحته. وانا كيبريح يفتح معايا اي موضوع، ولكن بواحد الطريقه فيها شي حاجه اللي وصلت لوحده ديال الليل. انا كان طار ديال النعاس، كنتفرج في الصاله في واحد المسلسل، حتى لقيتو خارج عندي من البيت ويقول لي غير بشويه، انا راه ما قدرتش ننعس، ممكن نجلس معاك شويه. قلت له جلس، ولكن ما تهضر ما كتهضر بهاد الطريقه. قال لي غير باش ما فيقش ولدك. من داك يحاول يهضر معايا ويسولني، الهضره ديالو كلها تلميحات. سولني واش ملي ولدت ولدي كنت مازال صغيره. قال لي بزاف ديال الهضره خلاني نحس بانه كيشوفني بواحد الشكل اخر، ماشي الام ديال صاحبه. انا كنت كنحاول نتهرب من دوك الاسئله، ولكن كنلقاه كيحاول معايا باش يردني ليا باش نجاوب عليهم. كيدخلني الشك، كيقول لي بصراحه انا من نهار شتك، النهار الاول ما قدرتش ننساك. انا بديك الوقيته قلت ممكن توقع شي حاجه ماشي هادي، داكشي علاش نط من بلاصتي وقلت له نسير تنعس. على الوقت تحطل هو يقول لي لا، انا جيت جلست معاك حيت ما قدرتش نعس وما جانيش النعاس، وحتى انتي راه باين عندك ما قدرتيش تنعسي. بصراحه فاجأني بالهضره وما عرفتش كيفاش نجاوبه، بقيت غير ساكته. وفي هذا الوقت ديال السكات ديالنا بقاو شي حوايج اللي انا كنت كنتفاداهم.